السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله جلسة 9 أغسطس 2023 هنقول أخبار الجلسة وهنقول أخبار السوق المحلي والسوق العالمي. هنبتدي مع بعض زي كل يوم، هنبتدي في أول شيء أخبار السوق وأخبار المؤشر. مبدئيا المؤشر قفل على 17760 نقطة بصعود حاجة بسيطة جدا جدا، 10 نقط تقريبا، وقيم التداول 2 مليار و400 مليون جنيه. تعالوا نشوف ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول. أول سهم معانا بلتون ب 634 مليون، مصر الجديدة 222 مليون، سهم التجاري 118 مليون، سهم هيرمس 109 مليون. طيب تعالوا نشوف القطاعات والحصة السوقية لكل قطاع أو أهم القطاعات النهاردة. قطاع الخدمات المالية 36% حصة سوقية، ثم قطاع العقارات ب17.5%. النهاردة كانوا الأفراد مصريين وعرب بيع، وأجانب مؤسسات وأفراد أيضا بيع. المؤسسات المصريين والعرب كانوا شراء اليوم. تعالوا نتكلم في أخبار الأسهم. أول خبر معانا إيجي ترانس تتم صفقة استحواذ لها على نوسكو في الربع الرابع من 2023. تاني خبر تراجع أرباح بنك الشركة المصرفية العربية سايب بنسبة 24% خلال النصف الأول من 2023. الخبر اللي بعديه حققت شركة جهينة للصناعات الغذائية ارتفاعا 22% في الأرباح خلال الربع الثاني من 2023. أظهرت المؤشرات المالية لشركة الألمنيوم العربية خلال النصف الأول من 2023 تراجع أرباح بنسبة 50%. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يشتري حصة 9.9% من سهم بلتون أو من شركة بلتون، ويصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة. تعالوا نكمل الأخبار المحلية. أول خبر معانا صادرات مصر البترولية تتراجع بمعدل 53% خلال أول 5 شهور من 2023 إلى 3.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار من الفترة نفسها في العام الماضي. تاني خبر وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع رئيس البورصة المصرية. الخبر اللي بعديه عجز الميزان التجاري لمصر يقفز إلى 3.74 مليار دولار في مايو. تعالوا نشوف الأخبار أو أهم الأخبار العالمية. أول خبر وكالة موديس للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية ويحذر من المزيد. أو تاني خبر تراجع عوائد السندات الأمريكية بعد خفض موديس تصنيفها للبنوك. الخبر اللي بعديه تراجع عجز الميزان التجاري في أمريكا خلال شهر يوليو الماضي. ودي كانت أهم أخبار جلسة اليوم بتاريخ 9 أغسطس 2023، وأهم أخبار الأسهم وأهم أخبار السوق المحلي والسوق العالمي. أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الفيديو ده، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد لتتلقوا كل جديد من إصدارات القناة. وأهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا جدا.